كبير جدا في سوق اللاعبين سواء المحليين او الاجانب. محاولة الان على القائم الاول، خطرة، اوه جول للمنتخب العراقي، وهذا ما حذرنا منه. تكلمنا عن المنتخب العراقي صحيح يعود للخلف وايضا يحاول الا يسجل في مرماه هدف، ولكن الكرات الثابتة، وما ادراك ما الكرات الثابتة، استغلال امثل المنتخب العراقي. سجل طبيعي جدا الكرة، والمحاولة كانت في الجهة اليمنى لأمين بخاري، التدخل ايضا واللمسة كانت من اللاعب حسين ايمن امهر لاعبي المنتخب العراقي في هذه التصفيات. شوف المحاولة، لا والله مو حسين، والمدافع يبدو برهان جمعة. شوف برهان جمعة يبدو انه الرضا ابدا. اي كرة ما شاء الله، تدخل بعنفية، ولكن جول ثاني. اوه خطرين، وهو نفس اللاعب ايمن حسين. لا يا جماعة، لا ابدا، اللاعب هذا ما ينترك الحالة، وبذلك شوف العرضية في الرمق الاخير عند حسين، وهدف ثاني للعراقيين لم نتمنى، وايضا اغلب المتشائمين لم يكونوا متوقعين بان المنتخب السعودي تحت قيادة هذا المدير الفني سيتأخر بهدفين 2 امام المنافس اللدود في هذه المجموعة. عرضية ولا اروع، عرضية عراقية من علاء مهاوي. شوف علاء مهاوي لاعب السماوي القادم، الكرة من حسين غمزها في مرمى بخاري.